السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله سنين. شباب طبعا انا قاطع عن القناة صار لي شهر كامل. ليش؟ لان يعني عندي دراسة وانا صف اول متوسط مثل ما تعرفون، يمكن اكو هو الناس ما تعرف. دراسة. اليوم خميس واقدر اسوي لكم فيديو. فكرت شنو الفيديو مالنا. طلعت الفكرة ببالي. الفكرة هي انه اسوي لكم قصص. عندي قصص هواية، قصة صاحب الخير، قصة الشجرة المسحورة، قصة الامام الحسن المشتبه. راح اسوي له جزء كامل لان هاي احلى شي، يعني هواي اكو ورقات هواي والله. هاي هي قصة الحسن المشتبه. والله خلينا نشوف كم صفحة هي. 24 صفحة، لازم يراد لها حلقة كاملة. اليوم راح نقص لكم صاحب الخير وحيلة الثعلب والشجرة المسحورة، إذا يعني كفونا الوقت هواي. هسه شباب راح نقرأ لكم أول قصة. القصة الأولى هسه شباب، هسه نبتي نقرأ القصة. كانت الأيام 10 الأخيرة من شهر رمضان المبارك أياما مليئة بالحزن. أينما تنظر تجد الناس تبكي من حولك. يعني كان بزمن رمضان بالأيام 10 الأخيرة كانوا بشهر رمضان تكون مليئة بالحزن يعني. وأينما تنظر الناس بتبكي حولك. وكانت الكوفة في عام 40 للهجرة، فما حدث فيها كان من الأمور التي لن ينساها العالم. عبد الله، خلينا نبدأ بعبد الله. عبد الله طفل صغير ما يتجاوز 7 أعوام، يسكن في أطراف الكوفة. يعني كان يسكن بأطراف الكوفة وعمره ما يتجاوز 7 أعوام. وخلال هذه الأيام لاحظ أبوه كيف تغير عبد الله كثيرا. ليش والله؟ فكان لا يأكل إلا القليل من الطعام، لا يلعب مثل باقي الأطفال. الأب قال: أخبرني يا ابني، لماذا أنت حزين؟ ليش هو حزين؟ الأم: لم أقل لك إنه لا يقبل التحدث. لقد حاولت معه كثيرا لكنه يرفض الكلام. ليش ترفض الكلام؟ يرفض الكلام. أنا خائفة، يجب أن نفعل شيئا. لازم يسوون لهم شغلة شغلتين. شباب لاحظتوا السيوف؟ سيف الإمام العلي، سيف هذا عادي يعني، وهنا الطبق الإمام علي، وهاي الفخار وحركات وبهلوان عم التسعينات، وهاي الصوبة. أيام خلينا الشباب نكمل الحلقة، قصدي القصة. لكن عبد الله كان شاردا للذهن، حزينا لا ينتبه لما يحدث حوله. الله ربي في داخل البيت، بل كان يفكر فيما كان يجري معه في تلك الأيام الماضية. الصفحة التالية: كان عبد الله يخرج منذ الصباح المبكر، يرتقب الطريق مثل كثير من العاملين والفلاحين، ينتظر شيء واحد: مرور الرجل الغريب. يا هو هذا الرجل الغريب، كم القصة راح تشوفون. يا هو الذي يحبه الناس جميعا وهو يحبه كثيرا. تمام. أيها الصغير عبد الله، يعني هذا الغريب،
أيها الصغير عبد الله. وقال عبد الله: صباح الخير يا عم، كيف حالك هذا اليوم؟ هو هنا مبتسم وفرحان وكاظ يديه. الغريب قال: بخير والحمد لله. عبد الله كان يستمع لنصائح هذا الرجل. تمام. الغريب ما عارفه، هو هسه تعرفونه، بس نكمل القصة تعرفونه. بالله هي كم صفحة؟ 14 15 صفحة عادي، مو مهم. ويلعب معه قليلا بدميته الصغيرة المصنوعة من القش. ننتقل للصحيح. تمام، يعني هو شني يلعب وياه بدميته الصغيرة المصنوعة من القش. هذا رجل غريب ما عارفه، بس هو يعرفه. يمكن أنا بعد أنتم ما تسمعون القصة وتعرفون، راح تعرفونها يوم هذا. تعلم عبد الله أيضا كيفية الصلاة، هاي هم الملاحظة، فكان يؤديها أمام الرجل الغريب، وحفظ منه الآيات القرآنية وقصار السور، فأحبه كثيرا وتعلق به، فأصبح يأتي يوميا منذ الصباح الباكر ليراه لبضع دقائق. يا الله قد القصة عظيمة. ثم يمضي الرجل الغريب إلى عمله، يعني هو يعني يروح وياها بضع دقائق ويروح العمل يكمله. كان الناس ينتظرون الرجل الغريب بلفه ليسمعوا منه ويحدثونه ويشكون إليه مشاكلهم ومعاناتهم، ويطلب منهم الدعاء لهم. يا الله، هسه تعرفوني، هو أنا قاري يمكن 3 مرات بس نسيتها، يعني قبل، يعني هي يمكن أقدم قصة من كنت بصف الأول ابتدائي، هاي مضمومة اسمها الشجرة المسحورة، والبقية حديث الإمام الحسن مجتبى من الصف الرابع. وين وصلنا؟ فقد كان دعاؤه مجابا عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا كان يساعدهم في أعمالهم ويعطيهم بعض الأموال مهما كانت قليلة. يعني هو من رغم ما أنه هو فقير ينطي لليتامى، ينطي للفقير، هو فقير يعطي الفقير. أتت أمه قالت له: يا ابني يا صغيري الحبيب، أنا أمك، حدثني من أمر، لماذا أنت حزين هكذا؟ تناول شيئا من هذا الطعام الذي تحبه. يا عبد الله كل من الطعام اللي تحبه، ما ياكل. عبد الله ايش قال؟ قال: أنا آسف يا أمي، لكنني لا أستطيع تناول الطعام. ليش؟ ليس لدي الرغبة في الأكل. تمام. وكانت الأم تحاول كثيرا مع ابنها عبد الله، لكنه كان يرفض دائما ويبقى منزويا في الركن، ينظر من الشباك نحو الأفق، وكان يرتقب شيئا. مرت الأيام والرجل الغريب لا يأتي أبد ولا أجى من الفرع اللي هو جو من انتظار. كان عبد الله يجلس الساعات الطويلة منذ الصباح حتى الظهيرة ينتظر، ولكن الرجل لم يأتي. عبد الله قال: لماذا لم يأتي؟ حتى الناس ليسوا كما كنت أراهم، أنهم حزينون ويبكون كثيرا. ترى ما الذي حدث لهم؟ يقول: شنو صار بيهم؟ ليش هالقد يبكون؟ ليش هم حزينين؟ حتى العصافير تقف على الأشجار لم تعد تزقزق كما كانت. ذهب عبد الله لأبيه ليخبره بما يجري معه، لعله يجد جوابا لأسئلته.
وعندما أخبر أباه بكى. عبد الله قال: شني أبي؟ أخبرني لماذا تبكي؟ الأب قال: لا أعرف ماذا أقول لك، فأنت لا تعرف من هو الرجل الذي تتحدث عنه. عبد الله يقول: لا يا أبي، فأنا أعرفه لكنني أحبه كثيرا. يعني معتز به، يعتز باعتزاز مو طبيعي. ونوبة أخذ الأب ولده عبد الله إلى مدينة الكوفة، وهناك رأى عبد الله الكثير من الأمور التي لم يفهمها ولا مرة فهمها. فالناس جميعا كانوا في حزن شديد، وبعضهم يبكي بكاء شديدا. عبد الله قال: أبي، ما الخط؟ ولماذا الناس هكذا؟ قال الآن: سأخبرك يا ابني، سأخبرك. الصفحة الأخيرة: قبل أيام يا ابني استشهد خير الخلق. راح تسمعون يا هو، كنتوا تنتظرونه من بداية الحلقة ولهسه راح تسمعون يا هو. قبل أيام يا بني استشهد خير خلق الله بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصيه وابن عمه وزوج ابنته الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام. قولته الشهيرة: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار. الرجل الذي عمل الخير وساعد الناس والفقراء وأطعمهم الرجل الذي كان رمزا للإنسانية والأخلاق والرحمة والشجاعة والعطف. ولهذا ترى الناس تبكي الفقد. الله أكبر. الفجر يوم 19 من شهر رمضان استشهد بعدها من 3 أيام على يد أشقى الناس، وهو عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه ألف لعنة إن شاء الله. كبر عبد الله وفي قلبه الحزن لفقده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فكان في ذكرى شهادته سلام الله عليه في 21 من شهر رمضان يخرج من بيته وبيده نفس الدمية، ويجلس على نفس الطريق وتحت نفس الشجرة، ويصلي ويقرأ القرآن ويبكي ويقول: رحل صاحب الخير، رحل صاحب. طبعا الشباب يمكن وايد طولنا بهذا الفيديو، احنا راح نسوي لكم جزء راح نخلي لكم راح نخليه بالمحتوى البيئة الصراحة، يعني أقول لكم شنو اسماء القصص اللي راح نقصها لكم. ولين وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل التنبيهات. بس أكفو أريد أشوفكم شغلة.